ناس كتير بتطالب بإلغاء حفلة ترافيس سكوت في الأهرامات اللي هتكون يوم 28 يوليو بسبب حفلة قديمة من حفلاته وقع فيها ضحايا وإصابات واتقال إنها كانت طقس من طقوس الشيطان. سكوت هو رابر أمريكي اتولد سنة 1991 في مدينة هيوستن الأمريكية. اسمه الحقيقي جاك بيرمون ويبستر، لكنه أخد اسم عمه ترافيس ومعاه اسم فنانه المفضل والملهم بالنسبة له وهو سكوت ماسكودي، وبقى اسمه ترافيس سكوت. ترافيس سكوت عمل حفلة في مدينة هيوستن الأمريكية كان حاضرها 50,000 شخص، وفجأة بدأت ناس كتير يظهر عليها أعراض غريبة ومات 8 أشخاص وقت الحفلة. وهنا بدأ الجمهور ينادي على المنظمين وعلى ترافيس نفسه عشان يوقفوا الحفلة ويشوفوا الناس بيحصل لها إيه، لكن ما كانش فيه أي استجابة، لدرجة إن في 300 شخص تعبوا في الحفلة. 25 واحد منهم اتنقلوا للمستشفى ومات منهم 2 عشان يوصل عدد الوفيات في الحفلة دي بس 10 أشخاص. وبعد الحفلة بدأت تحقيقات الشرطة، وبعد شهر تقريبا أعلنت وكالة رويترز إن سبب وفاة ال10 أشخاص كان بسبب الاختناق الانضغاطي، والحالة دي معناها إن الإنسان بيتخنق بسبب ضغط على الرئتين من الناحيتين، فالرئة ما بتقدرش تقوم بدورها والإنسان بيموت. وكان تفسير الطب الشرعي إن تدافع الحشود هو السبب، وشهود العيان أكدوا الكلام ده، وقالوا إن كان في سوء تنظيم في الحفلة من الشركة المنظمة، لأن الجماهير كانوا متحاصرين بحواجز من 3 جهات وما قدروش يهربوا من التدافع اللي حصل في اتجاه المسرح، وبدأت الناس تقع على الأرض ويدوسوا على بعض. وبسبب الحادثة دي اترفع أكتر من 300 قضية على ترافيس سكوت وعلى شركة لايف نيشن انترتينمنت الشركة المنظمة، وكمان على NRG بارك المكان اللي اتنظمت فيه الحفلة. وبعدها بدأ ترافيس سكوت يرد على الاتهامات اللي اتوجهت له على السوشيال ميديا، وظهر في انترفيو مع الإذاعي الأمريكي شارلمين وقال إنه ما كانش يعرف أي حاجة عن الإصابات والوفيات اللي حصلت في الحفلة، وإنه ما سمعش أي استغاثة من الجمهور، وإنه سمع عن اللي بيحصل بعد ما الحفلة خلصت. لكن في الحقيقة محاميين الضحايا شككوا في الكلام ده، وقالوا إن أي حاجة بيقولها ترافيس من يوم الحفلة هو مجرد كلام حفظه من المحاميين عشان يبعد التهم عن نفسه. لأن في مايو 2017 اتقبض على ترافيس سكوت بعد حفلة من حفلاته في ولاية أركنسا الأمريكية، والسبب في الاعتقال ده حسب تقرير الشرطة إنه كان بيشجع الجمهور على الاندفاع للمسرح وكسر البروتوكولات الأمنية، وده خلاه يواجه تهم كتير منها تعريض حياة الأشخاص للخطر والسلوك الغير منضبط والتحريض على الشغب. وبرغم إنه خرج في نفس اليوم لكن التحقيقات فضلت شغالة، وبعدها بسنة اعترف إنه كان مذنب، والقضية اتحلت بشكل ودي بعد ما قدم التماس ودفع غرامة مالية. والمحامي قال إن اللقطات اللي بتعتمد عليها الشرطة ما كانتش كافية لإثبات التهم وممكن نعتبره حدث غير مقصود. طب غير مقصود إزاي وهو حصل قبل كده؟ لأن في شهر أغسطس سنة 2015 في المهرجان الموسيقي لولاپالوزا في مدينة شيكاغو حسب تقارير السلطات ترافيس سكوت شجع الجمهور على التدافع وتجاوز الأمن، ولكن الأمن رد في الحفلة وسيطر على الوضع اللي كان على وشك الوصول لكارثة حقيقية، لدرجة إن ترافيس هرب من على المسرح بعد أول أغنية، وبعد الحفلة الشرطة اعتقلته وتوجه له تهمة السلوك الغير منضبط، وكالعادة اعترف بالخطأ اللي ارتكبه، والقاضي حكم على ترافيس إنه يكون تحت إشراف المحكمة لمدة سنة. والغريب إن كل الحوادث دي ترافيس خرج منها زي الشعرة من العجينة، بما فيهم الحادثة الأخيرة اللي راح فيها 10 أشخاص. شكل البوابة اللي تصميمها مرعب وغريب، والناس اللي حضروا الحفلة قالوا إن ترافيس كان لابس تيشيرت مرسوم عليها مجموعة أشخاص طبيعيين بيعدوا من بوابة وبيخرجوا من الناحية التانية. ده غير إن ناس تانية بدأت تقول إن حالات الوفاة اللي حصلت كانت مقصودة، لأن كان في 8 شعلات نار على مقدمة المسرح، والصدفة الغريبة إن هو نفس عدد الأشخاص اللي ماتوا جوه الحفلة. وعلى حسب كلام المتفرجين المسرح كان مكتوب عليه See you on the other side، يعني أراك في الجانب الآخر. لكن في الحقيقة كل دي نظريات مؤامرة مفيش عليها أي إثبات، ولحد اللحظة دي مفيش حد قدر يثبت حاجة على سكوت.